إن موسم التان خلاص بدأ، فخليني أقول لكم على كام نصيحة عشان تاخدوا أفضل نتيجة. أولا، في حاجات ما ينفعش تتعمل قبل التان نهائيا، وهي الليزر، الواكس، الشيفنج، وكمان التقشير قبلها بيوم على طول، وإلا الشمس هتلسوعك. طيب أمال نعمل التقشير ده إمتى؟ هنعمل التقشير قبل التان ب3 أو 4 أيام، بحيث نشيل كل الجلد الميت وناخد ملمس موحد للجسم. طب وقت التان نفسه ممكن نعمل ايه ويحسن من النتيجة؟ تعالوا نشوف. هنهتم بأكل الجزر، الجزر، لأنه بيدي جلو أورنج طبيعي للون الجلد. وهنهتم بأكل البطيخ والطماطم، لأن فيهم عناصر طبيعية للحماية من أشعة الشمس، بس ده برضه ما يغنيش عن واقي الشمس. هنشرب مية كتير عشان نعوض الجلد عن الرطوبة اللي بيفقدها بسبب التعرض للشمس لمدة طويلة. طبعا مهم واقي الشمس في الفترة دي. بالنسبة للجسم هنختار عامل حماية رقم 30، بالنسبة للوجه يفضل يكون عامل الحماية 50، وده لأن الوجه أكثر عرضة للتعرض للتصبغات، وبتوصوا برضه شوية بالركب والأكواع عشان المناطق دي خشنة، ولو اسمرت بتاخد وقت طويل عشان ترجع تتفتح مرة تانية. المهم جدا في الوقت ده نستعمل مرطب باستمرار عشان نحمي الجلد من الالتهابات. يفضل يكون المرطب بدون عطور، كمان مزيل العرق اللي هنستعمله يكون بدون عطور. طب دلوقتي أنا هيكون معايا واقي الشمس وهيكون معايا التان، أحط مين قبل مين؟ تعالوا نعرف. قبل ما نطلع من البيت هنحط واقي الشمس بالنسبة للجسم أو بالنسبة للوجه، بعدين لما نطلع على الشط هنبدأ نحط التان ونقعد نتشمس براحتنا، وبكده نكون خدنا اللون وفي نفس الوقت ما ضرناش الجلد ولا حصل تجاعيد ولا تصبغات. وقت التعرض للشمس يفضل يكون من ساعة إلى ساعتين، ولكن برضه مش من أول يوم، لا، بالتدريج. يعني مش شرط أول يوم أروح فيه أتعرض للشمس ساعتين واتسلخ وأقعد بقى الأجازة في البيت بحط ميبو، لا، يعني أبدأ في الأول بنص ساعة، بعدين اليوم التاني بساعة، بعدين اليوم التالت اقعد ساعتين. طيب دلوقتي خلصنا التان، عايزين بقى التان ده يطول معانا كده ويقعد معانا شويه حلوين. طبعا مهم استعمال الافتر صن بعد كده، وده لان فيه مواد مهدئه للجلد ومرطبه زي الصبار، وكمان مضادات اكسده زي فيتامين اي، واللي بتعمل تاخير شويه لعمليه التقشير التلقائي اللي بتحصل للجلد بعد التان، فيقعدك مده اطول. يفضل نتجنب الدش السخن بعد كده، لان الميه السخنه بتعمل بهتان للون، يعني ناخد دش بميه فتره او ميه بارده. كمان يفضل الشاور جيل المستخدم في الوقت ده يكون خالي من الصابون، لان الصابون برضو بيعمل بهتان للون. ما تنسوش مرطب الشفايف اللي مع واقي الشمس، مش ناقصه. انا بقول كفايه كده عشان تلحقوا تعملوا التاني.